أنا هذا الذوق وهذا الجو الحلو دائما كل شاعر يكتب قصيدة خاصة بي صراحة. فمرات الإنسان من يكون بحياة ثانية يطلع من الحياة المريرة إلى حياة خلينا نقول شبه مترفة، يعني يحب يتذكر الأيام السابقة بس ما يريدها تنعاد. فإحنا الجيل هذا الثمانينات والتسعينات، يعني مع احتراماتي للألفينات، ما عاشوا الحياة اللي عشناها صراحة. يعني لا لقينا موبايل، لا لقينا يعني هواية امور. المهم طوبة كنت الفها بجيبي خاف تنباق. فتقول وعيت الشيلة امي من الهضم لونيا، وابوي من التعب شايل جفن رحال، لقيت العوز واصل للقلب بالدين، موش فلوس مطلوبين راحة بال. وعيت الشيلة امي من الهضم لونيا، وابوي من التعب شايل جفن رحال، لقيت العوز واصل للقلب بالدين، موش فلوس مطلوبين راحة بال. وبديت اتهجى حد ما حفظون الضيم ونسون اللعب قد ما شغل بالبال. كنت قبل الشمس اطلع صبح للسوق، صغير بس صرت شايل تعب رجال، ويجيني الليل واسهر مو سهر عشاق. احس بالباكر شلون اغلب الحيال، احس بالباكر الشقعد ليا مدفون، وانام وقلبي يخفق بي قلق كتال، وانام من التعب احسن من التجار، لان بجيوبه ما يعرف يبات المال، وما عنده اشتري بنفس القميص انشاف، البس المدرسه واشتغل بيه حمال. ويعيروني واقول لهم بالشغل مرزوق، ما يدرون يومية العصر تنكال، ما يدرون اغمض لو شف الدكان، اخاف بعينة المحاجة مو عالبال، جبتها من الزغر اول على الشطار، ويجيني الليل خادم. وعيت الشيلة امي من الهضم لونيا، وابوي من التعب شايل جفن رحال، لقيت العوز واصل للنفس بالدين، موش فلوس مطلوبين راحة بال. وبديت اتهجى حد ما حفظون الضيم ونسون اللعب قد ما شغل بالبال. جبتها كنت قبل الشمس اطلع صبح للسوق، صغير بس صرت شايل تعب رجال، ويجيني الليل واسهر مو سهر عشاق. احس بالباكر شلون اغلب الحيال، احس بالباكر الشقعد ليا مدفون، وانام وقلبي يخفق بقلق كتال، وانام من التعب احسن من التجار، لان بجيوبه ما يعرف يبات المال، وما عنده اشتري بنفس القميص انشاف، البس المدرسة واشتغل بيه حمال. ويعيروني واقولهم بالشغل مرزوق، ما يدرون يومية العصر تنكال، ما يدرون اغمض لو شف الدكان، اخاف بعينة المحاجة مو عالبال، جبتها من الزغر اول على الشطار مو بالمدرسة، اول على العمال. ان احط ايدي على ظهري الوجع بيدي يصير، بكثر ما بي عوز من احط ايدي على ظهر الوجع بيدي يصير، بكثر ما بي عوز حزامي كان حبال، تهز حبالها المرجوحة من تشوف ايدي من التعب بيهن فطور سلال. وحق مزاتة امي من اطلع بنص ليل، وحق ضحكة ابوي الرتي مو للمال، راحت بالي. وحق مزاتة امي من اطلع بنص ليل، وحق مزاتة امي بنطلع بنص ليل، وحق ضحكة ابوي الرتي مو للمال، راحت بالي كانت من نرد للبيت شايل ماي وجهي وجيلي كل اطفال. هاي قصة طلب الاستاذ عاصم وانا خادم. هذا صاحبي
اي كان وياي نفس الحياة سبحان الله تفارقنا بال 2005 فالتقينا بال 2015 صدفة يعني هواي ما شايفه كل من بحياته بس هو فاجأني نزل الجامة مال الجكسارة وسلم علي هذا صاحبي جابه على هاي فسألته طلع غير حياة فأنا ما انضمت عندي صراحة فقلت له هاي منين لك مو كنا حفاي في ما عندك ايش سواك سلطان هاي منين لك مو كنا حفاي في ما عندك ايش سواك سلطان سولف لي بقيت لا حكور الزين بايع ماي وجهك هيش ثقلان ضحك ضحكة مدلل على يجدون او لزم بيده قلم هاي منين لك مو كنا حفاي في ما عندك ايش سواك سلطان سولف لي بقيت لا حكور الزين بايع ماي وجهك هيش ثقلان ضحك ضحكة مدلل على يجدون او لزم بيده قلم من غير عنوان رسم لي الخارطة من النفط للجيب او رسم بوش الطلق اغلى من الانسان وخوف الله قلت له قال يا خوف اللي يخاف من الله يقضي العمر جوعان لزم قاطع ويقول لي فنك ببيش قلت له ببيش قال بكتلة انسان